كيد النسا بدأ، ومرات هشام ربيع الأولى مش ناوية تسيب بوسي في حالها، وعملت حفلة طلاق لجوزها بعد ما ساب بوسي. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية وازاي بوسي ردت عليها بطريقتها الخاصة. كلنا سمعنا خبر طلاق هشام ربيع من الفنانة بوسي، واللي جه بعد شهور قضاها في السجن بسبب دفاعه عنها وعن حقها. لكن اللي كان ترند مش خبر الطلاق، هو الكلام اللي قاله هشام لما طلع وقال: من ساعة ما اتجوزنا والدنيا مش لطيفة ومش حلوة، والمشكلة اللي حصلت لي كانت بسببها، واللي اتأذوا فيها كان ولادي ووالدتهم، ومحدش وقف جنبي غير ولادي، وده اللي زعلني من بوسي. هي ما وقفتش جنبي خالص، وكمل وقال: ما لقيتش اللي كنت منتظره من بوسي، انا اتسجنت بسببها 4 شهور، وطبعا كانت قضية ملفقة، كانوا بيبتزوها وعايزين فلوس، وانا طبعا لن اسمح بده، فما لقوش قدامهم غير انهم يعملوا لي مشكله، وانا ما لقيتهاش جنبي. فين الحب؟ ولادي كانت يوميا بتنزل تتابع الشغل وتجيب لي اكل، وهي في الاخر عيله عندها 30 سنه. لكن الموضوع ما خلصش لحد هنا، علشان مرات هشام ربيع الاولى منى محمد حبت تثبت لبوسي ان هي خلاص راحت عليها، عملت حفله واتصورت هي وهشام فوتو سيشن مخصوص، وكل اللي عندها علقوا وقالوا دي حفله طلاق بوسي. لكن بوسي برضو ما سكتتش وردت بطريقة غير مباشرة، نزلت صور جديدة ليها وكتبت كوبليه من أغنيتها الجديدة مش شايفينكم. وهنا الجمهور قال إنها بداية الحرب بين بوسي ومنى، وإنه الفترة اللي جاية هيكون في تصريحات كتير قوي ما بين الاتنين، وإن الطلاق مخلصش لحد هنا ولا هي دي نهاية القصة. لكن هشام طلع وقال إن كل شيء بينه وبين بوسي انتهى، والانفصال جه بهدوء وود رغم إنكارها لده، وكل اللي هو عايز يركز فيه الفترة اللي جاية شغله وبس، ومش فاضي للدخول في اي مهاترات، وان مراته ولاده هي دي اللي وقفت جنبه وشالته في ازمته، يعني مش هينفع يسيبها مهما حصل. الجمهور كان واقف في صف هشام ربيع بشكل كبير، لكنهم شايفين انه في استغلال للترند، خاصة ان صوره مع منى والحفلة اللي عملوها جت بعد طلاقه من بوسي على طول، وده نوع من انواع الاستفزاز. تفتكروا فعلا هشام ربيع ومراته بيستفز بوسي علشان يتصدروا للترند، ولا كل الكلام ده حصل عن طريق الصدفة؟ سيبولنا رأيكم في الكومنتات.